على الراديو، راديو دوجما 3.10. سلام ونعمة لكل المستمعين. يا رب دايما بالصوم المقدس مستمتعين. في ترند الفترة دي منتشر على السوشيال ميديا بيقولك لو رجعت قابلت نفسك وانت صغير هتقول لها ايه؟ الحقيقة لقيت نفسي بفكر كده وبسألها كم سؤال. انا اتغيرت كتير عن زمان؟ طب يا ترى ايه اتغير فيا؟ التغيير للأحسن ولا للأوحش؟ وفعلا لو رجعت قابلت نفسي وانا صغيرة هنصحها بايه؟ وأسئلة كتير. بس الحقيقة قررت أسأل كل الأسئلة دي لشخصية من الكتاب المقدس، أفضل حد ممكن نسأله وناخد منه إجابات، لأن حياته كانت مليانة بالمحطات. هو أبونا يعقوب. يا ترى يعقوب لو قابل نفسه وهو صغير هيقول لها إيه؟ هيحذرها من أخطائها؟ طب هيحمي نفسه إزاي؟ يعقوب وهو صغير كان عنده عيوب خطيرة زي الغش والمكر والخداع. يعقوب ما كانش بيفكر غير في مصلحته، كان شاطر قوي في الهروب. حتى لما هرب من عيسو ربنا كلمه وقال له انه مستعد يبدأ معاه عهد جديد. ويعقوب فعلا وعد ربنا انه هيتغير لو ربنا انقذه. بس يعقوب لما وصل عند لبان نسي كل وعوده وعهوده لربنا. يعقوب قعد 20 سنة عند لبان، الكتاب المقدس ما ذكرش فيها ولا مرة انه وقف صلى. ومع ذلك ربنا دايما كان مع يعقوب، بيباركه بيبارك عمل ايديه. كان صابر على يعقوب لغاية ما يتغير. بس التغيير كان لازمه إعادة تشكيل، كان لازم فيها يعقوب يتشكل من جديد على إيد الفخاري. ولأن ربنا هو أعظم فخاري فربنا سمح ليعقوب بأزمات كبيرة، مش عشان يعقوب يبقى متألم أو متأزم، بس عشان يخلق من يعقوب إناء خزفي جميل. ربنا سمح ليعقوب بأزمة كبيرة زي مقابلة عيسو، اللي من خوف يعقوب منه فضل يسهر طول الليل مع ربنا عشان ربنا يباركه ويطمنه. يعقوب اللي قعد 20 سنة عند لبان ما وقفش قدام ربنا يصلي، بيصارع بيصلي بحرقة طول الليل عشان بس يسمع كلمة تطمنه. ويا ترى انتهى لغاية هنا التشكيل؟ أبدا، ده التشكيل هنا لسه بيبدأ. وربنا فعلا قرر يبارك يعقوب، لكن علامة البركة كانت ضربة في فخده خلت يعقوب يعيش أعرج طول حياته. وكأن المرة دي ربنا فيها بيقول ليعقوب بلاش تعتمد على قوتك، على رجلك دي اللي كانت بتهرب بيها مش هينفع تاني تعتمد عليها، لازم تتعود تلجأ لي وقت الخطر. كان الطبيعي بعد صراع يعقوب مع ربنا وصلاته ان ربنا مثلا يوعد يعقوب ويقول له خلاص اطمن مش هتقابل عيسو. لكن تشكيل ربنا لينا مختلف. ربنا خلى مقابلة عيسو ويعقوب تتم، بس يعقوب بيواجه الخطر بدل ما يهرب منه، بيواجهه لأول مرة وهو مع ربنا. فبيعرف يعقوب ان وجود ربنا في الخطر ما بيلغيهوش، لكن بيعلمنا ازاي نعدي من الخطر بسلام وامان من غير ما نتأذي. وفعلا ربنا غير قلب عيسو تجاه يعقوب وعدت المقابلة بسلام. وده كان اكبر تشكيل في حياة يعقوب، بس ما كانش التشكيل الوحيد. عدى بعدها يعقوب بمواقف كتير وازمات اكتر، لكن يعقوب اتعلم انه يسيب نفسه في ايد الفخاري واتغير فعلا. واصبح يعقوب القديس العظيم اللي لما ربنا يحب يعرف نفسه يقول إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني أعتقد لو يعقوب هيقابل نفسه وهو صغير هيقولها خليكي عجينة سهلة في إيد الفخاري يشكل منك أحلى إناء. وقبل ما أقول لكم سلام ففي كتاب حلو قوي نفسي كلنا نقراه، اسمه يعقوب في يد الفخاري. ده كتاب لقدس أبونا داود لمعي ودكتورة ليليان ألفي، ياريت كلنا نقراه. سلام ونتقابل في حلقة جديدة.